فعلا طعمه احلى من اللي بنشتريه 100 مرة، وقوامه كده هلامي فظيع جدا، وطعم كمان في طعم الفراولة. يعني حاجة كده مش هتلاقوها بره. من الاخر هتعملوه في البيت هتحبوه جدا، وهتبطلوا تجيبوه من بره خالص. بس قبل ما نبدأ افكركم، انا ياسمين، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تنزلوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اول حاجة كده هنحط كوباية من عسل الجلوكوز او عسل البطاطا او عسل النحل. بس لو عسل النحل هنقلل السكر لانه هيسكره لنا شوية. وعموما عسل البطاطا وعسل الجلوكوز مش غاليين، وهم عند العطار. وفايدته ايه بقى في الشربات اللي هعمله ده؟ ان هو ما يسكرهوش. ودي كوباية الا ربع من المية، وعليهم كوبايتين الا ربع من السكر. السكر انا يعني ممكن تعملوه كوباية ونص لو بتحبوا